ازاي؟ معاكم قدر دردشة خفيفة كده بعد مرور حوالي 5 أيام على مباراة السوبر الأفريقي. الماتش خلص، طلعت حقيقة الزملكاوية وقلت الزمالك يستحق. وأعتقد مفيش فيديو شفته سواء للعيبة أهلاوية أو لجمهور أهلاوي أو لأي حد بيشجع الأهلي لما قال إن الزمالك كان يستحق. تمام. الزمالك من حقه يفرح، يعني عشان بس نحط نقط كده معينة مش هنقعد نتكلم فيها. الزمالك من حقه يفرح يوم 2 3 سنة، احنا لحد النهاردة فرحانين بالقضية، حقه. تمام، متفقين. طيب اللي مش متفق هنا بقى بالنسبة لي عليه ايه، او اللي ما عجبنيش انا ايه؟ واحد زي شيكابالا طلع بعد الماتش يعني بيتكلم ان البطولة منا ب20 او الواحد منا ب20. ما فهمتش الجملة، يعني انا ما اتفرجتش على اللقاء بصراحة، بس شفت كوميكس. فهل المقصود منه ان هو يعني البطولة منه ب20، يعني البطولة بتاعتهم هم، البطولة الواحدة اللي هم بياخدوها ب20 بطولة من بطولات الاهلي، ولا قصده ان الراجل منهم الواحد يعني ب20 راجل من الاهلي؟ ولا يعني يا ريت حد بس لو يشوف الفيديو يفهمني قصده ايه. لان واحد زي شيكابالا صراحة يعني الزمالك محظوظ ان هو ما لعبش الماتش ده، لان مفيش بطولة يا شيكابالا بتلعبها، مفيش ماتش بتلعبه والزمالك بيكسبه، لذلك هم ركنوا بدك. انت بالنسبة للزملكاوية رمز كبير ولعيب حريف بس اتفرج كده، راجع كده الهيستوري بتاعك، كل بطولة بتلعبها مع الزمالك بيخسر، او كل ماتش يعني خصوصا تحديدا مع الاهلي بتلعبه هما بيخسروه. فانت يعني حظهم ان انت ما لعبتش الماتش بتاع السوبر ده، ردا على الاخ شيكابالا اللي ربنا يوفقه كده، ويعني يا ريت يرجع حسبته. بتوع الاهلي لما بيكسبوا ما بيقعدوش يلسنوا على الزملكاويه، يقولوش هما وقالوا وعدنا موضوع كبير كده ساعتك. طيب ده بالنسبه لشيكابالا. نيجي بقى انا اسف في اللفظ، محدث النعمه الاخ دونجا. حقك تفرح، حقك تعمل فيديوهات تيك توك، حقك تعمل كل حاجه. تمام. اللي مش تمام اللي انت طلعت قلته، يعني انت بتتكلم في حاجات برضو غريبه انت راخر. لما ابراهيم فايق بيتكلم معاه وبيساله بيقول له على السوبر الافريقي، بيقول له ان احنا كده ابطال افريقيا اللي هو ازاي يعني؟ لا مؤاخذه، من انهي جهه؟ لا وبعد كده يعني ابراهيم فايق بيقول له يعني دلوقتي لما ريال مدريد لو خسر السوبر الاوروبي يبقى الاتلانتا هو ملك اوروبا. يقول له لا طبعا، لان ريال مدريد هو اللي كسبان الدوري الاوروبي اللي هو الشامبيونز بتاع اوروبا. طب الاهلي هو كسبان الشامبيونز بتاع افريقيا، وانت يعني ايه؟ يعني ازدواجية المعايير، مش ازدواجية المعايير حتى، اللطف اللي بيحصل في الكلام اللي بيتقال دوت مش طبيعي بصراحة. فيعني من حقك تفرح، بس يعني عقلك من الفرحة شكله هيطير، فيعني خد بالك انت بتتكلم وبتقول ايه. مش فاكر مين طلع بيهزر وبيتريق على حد في الاهلي، اعتقد لا نتكلم بس على ناصر منسي. يعني باخدهم واحد واحد كده. ناصر منسي، الاستاذ خالد الغندور طلع بيتكلم، بيتكلموا يعني القضيه بتاعت قفشه احسن ولا السوبر بتاعت، ولا مش فاكر اسمها ايه، بتاعت منسي. بقول له لا بتاعت انا طبعا. انت بتقارني بايه؟ نبي يا عم منسي، اللي محدش اصلا كان يعرفك في الدوري، والزمالك كان رميك وما عملتش اي حاجه في حياتك اصلا. ده انت جبت الجون بتاع التعب، يعني انت اتعادلت، مش جبت جون الفوز زي بتاع قفشه. قفشه جاب جون، جاب بطوله. قفشه جاب جون، الجون ده ببطوله. انت جبت جون التعادل اللي رجع الزمالك للماتش، انت ما جبتش بطوله. تمام. فيعني اعرف حجمك، ونشوف انت هتعمل ايه في الدوري وهتعمل ايه في البطولات الجايه، وهتجيب كام جون يا عم الجامد. حقك تفرح ان انت جبت جون في الماتش ده، حقك. بس ما ينفعش تقارن الجون بتاعك بجون قفشه لا مؤاخذه، وده مش تحيز، هي دي حقيقه. جون قفشه جاب بطوله دوري ابطال افريقيا، جونك جاب التعادل لفريقك، فريقك ما كانش كسب، فريقك اتعادل، وبعد كده فريقك كسب بالعمل الجماعي بتاع فريقك كله، لكن انت ما جبتش الفوز. ايه اللي بعده؟ في مهاجم عندهم كده جميل وظريف ولطيف اسمه الجزيري، اللي بقى ليه حس. سيف الدين الجزيري اللي بقى ليه حس.
هو الهيستوري بتاعه ايه؟ فكروني. جاب جون في الاهلي. جبت كام جون بقى في الدوري يا عم الفتك؟ جبت كام جون في الدوري؟ عملت ايه الفريق الزمالك عشان تاخد افريقيا؟ طلع بس بتقول على وسام ابو علي وان انت هتاخد هداف الدوري. مش هكلمك في اللي فات، يعني انا مش هكلمك في اللي فات. وريني هتعمل ايه في اللي جاي، ومن غير رهان ومن غير اي حاجه. انت مش هتاخد هداف الدوري، والدوري جاي وهيبان. انت بقالك كام سنه في الدوري المصري مش عارف تاخد هداف الدوري، جاي تتكلم على وسام ابو علي اللي لعب نص دوري وخد الهداف؟ تتكلم في ايه؟ فيعني هو مفيش مقارنه، بس هنشوف اللي جاي. في بقى كام واحد كده في الاعلام الزملكاوي او مشجعين مش عارف بصراحه، يعني الزيطه ملهاش وصف. انا واحد من الناس ما بحبش طريقه اي حد يشتم الجمهور، تمام؟ ابقوا راجعوا بقى الجمهور بتاع الزمالك لما انتوا دايما بتتكلموا على جمهور الاهلي. راجعوا جمهور الزمالك، شوفوا شتم كم مره وعمل كم مره، وفيديوهات موجوده. سيف الدين الجزيري اللي شتم في الاتوبيس ومحدش اتكلم عليه. راجعوا بس عشان ايه لما المعايير بترجع تتعكس عليكم بتقولوا لا اصل الاهلي ومش الاهلي. انتوا راجعوا الجمهور بتاعكم قاعد يشتم ولا لا، راجعوا اللعيبه بتاعتكم قاعده تشتم ولا لا، شوفوا اللعيبه بتاعتكم هتتحاسب ولا لا. بس كده. انا بالنسبه لي كده خلصت. اخر رساله بالنسبه لي في الفيديو ده لو حد شافه، يعني هي لعيبه النادي الاهلي. شفتوا كل الفيديو اللي فات ده كله سببه حاجه واحده، ان انتوا كنتوا بتتمرقعوا، ان انتوا اتغريتوا. غروركم خسركوا السوبر اللي فات وخسركوا السوبر ده. ماليش دعوه ان انت بعد خسارتك السوبر اللي فات كلت الاخضر واليابس زي ما بيقولوا اللي في سكتك، بس انت ما اتعلمتش من درس السنه اللي فاتت، فتقرص ودنك السنه دي تاني. هل هتتعلموا الدرس وتبقوا رجاله وقد المسؤوليه، ولا هتكملوا على نفس اللي بيحصل؟ سلام.